نتائج الفرق المصرية في البطولات الأفريقية المرة دي مش 100 لأن في 3 فرق مصرية قرروا إنهم ياخدوا بإيد بعض ويشبكوا إيديهم في إيدين بعض شبيكة لبيكة كده ويحتفلوا بالعيد ويخرجوا من البطولات. الأهلي وبيراميدز والمصري ال3 قرروا في يوم واحد في العيد إنهم يخرجوا. يا رجالة ده انتوا خرجتوا واحنا لسه في شغلنا ما خرجناش، انتوا عيدتوا واحنا ما عيدناش. وللأسف الأهلي خرج على إيد الترجي رايح جاي بخسارة، وبيراميدز خرج على ايد الجيش الملكي المغربي اللي برضو قبليها ضايق الاهلي، ونادي المصري خرج على ايد شباب بلوزداد الجزائري اللي هيقابل الزمالك في قبل النهائي. خدوا القرار سريعا في العيد وقرروا ان هم ينكدوا على جماهيرهم ويقرفوهم في عيشتهم وفي الاخر يخرجوا من البطولات الافريقية، ويبقى المنافسة في الدوري المصري في ال6 ماتشات بتوع العظماء ال7 اللي هيتلعبوا في الدوري، عشان في الاخر كل الفرق المصرية تخرج من البطولات الافريقية للأسف الا فرقة واحدة بس هي اللي قدرت تكمل في البطولة كونفدرالية علشان تحفظ ماء وجه الفرق المصرية في البطولة دي وتقدر توصل لقبل النهائي بعد ما كسبت اوتوغو الكونغولي. لا انت ليك حكاية معايا على الرغم من اهلاوي، بس للأسف انا مش قصدي الاهلي. اهم الذكر الوحيد في الكرة المصرية اللي قدر انه يوصل قبل النهائي ويكسب على الرغم من الفرقة دي الزمالك اكشن. وانا مش هتكلم على الزمالك واقعد اقول اصل عنده مشاكل وي وي وي، لا 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 لا، انا هتكلم على الزمالك رغم اني اهلاوي، وهقول ان انا كاهلاوي وارجو من كل الناس اللي مش بتتعصب في الكوره انها تقف وتدعم نادي الزمالك في البطوله دي. وعلشان كده انا بقول ان انا كاهلاوي هدعم نادي الزمالك وهقف في ظهره كنادي مصري طالما هو بعيد عني في البطولات الافريقيه، فانا كمصري هشجعه لان انا قرايبي واهلي واصحابي وناس كتير بيشجعوا الزمالك وانا بحبهم واحنا مصريين. نادي الزمالك يستحق ان احنا ندعمه ونقف وراه. كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك في قبل نهائي البطوله الكونفدراليه، وان شاء الله النهائي، وان شاء الله يتوج لانه ذكر الكره المصريه حتى الان في البطولات الافريقيه. سلام.